تفضلي أخت علياء، أول المتداخلين أنت، ما هو رأيك بالتوسل بالإمام الحسين عليه السلام؟ شرك، خروج من الملة. تقولها بالصراحة؟ الدليل بالصراحة الدليل لأن الله واحد والدعاء يصرف لله. جملتوه وسويتوهم آل البيت هم آل البيت، لكن لا أختنا تسوونه. لا لو سمحت. لا كلام غير صحيح. يطلع لا تتدخل في إجابتي أستاذ، أنا حرة، أنا هذه إجابتي. أي إنسان يرجو غير الله ويطلب غير الله ويخشى غير الله كفر. سمعتم اخواني؟ اخت علي لك حاج وعد الله يبارك فيك. هذا هو دين الوهابيه السلفيه. كفرتينا كفرتينا. هل انت عقيدتك التكفير؟ هؤلاء الذين قتلوا ابنائنا والله يعطينا حاج وعد. اي ممكن تفضل. اي تفضل غير اقول لك ان شاء الله اخونا عمر. ودور راح اوزع الدور يا عمر ابو فاطمه. يتكلم ابو اسامه. اي تفضل. ارجوكم لا تقاطعوا. الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه قاعده جديده ان هذه المساله اي التوسل بجاه الانبياء والصالحين خلافيه، وان التكفير بها حرام واثم. الله اكبر. يعني علياء بالنار. الحمد لله انه ابن تيميه طببها النار. الحمد لله. دعوني اكمل. ويقول بعد ذكر الخلاف في المساله: ولم يقل احد اي من العلماء ان من قال بالقول الاول اي التوسل فقد كفر، ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة. والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك. بل المكفر عن الذي يكفر، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتحذير، وما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين. طيب نحن ما نقول كافر، نحن نقول مشرك، نحن ما نقول كافر، نقول مشرك. هل شيخ